ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فطير الشرقي. حابه تحشيه حلو، حابه تحشيه حادق براحتك، واللي موجود عندك ومتاح عندك في البيت. عندنا كيلو من الدقيق. هنحط عليه شويه مع ربع معلقه ملح، وهنحط عليه معلقتين سكر، وهنضيف عليه كوبايتين ميه عاديين من الحنفيه، ولا سخنين ولا ساقعين. بس هنبدأ نعجن كويس جدا. الفطير بيحب العجن الكتير عشان خاطر تبقى العجينة معانا زي الأستيك، فممكن نعجن 5 دقايق عشان خاطر يدينا المطة اللي احنا نقدر نشد بيها العجينة الفطير واحنا بنفرده. هنلم العجينة بالشكل ده كده معانا، وهندهنها زيت وهنسيبها ترتاح شوية. بعد ما العجينة ارتاحت معانا هنبدأ بقى ننزلها على الرخامة ونبدأ نشتغل فيها على طول. انا هنا هقطعها على 8 قطع، انت على حسب ما انت حابه تقطعيها على اكتر من كده براحتك، كل واحد على حسب حجم الفطيره اللي هو عايزها. انا هقطعها على 8 عشان انا كنت عايزه فطيره كبيره. انا قطعتها. هنبدا بقى نلم كل الكوره، وجبنا صينيه حطينا فيها زيت كتير. هنبدا نكور العجين ونرصه عشان برضو يرتاح معانا تاني شويه. بعد ما العجين يرتاح معانا كده هنبدأ ناخد واحدة واحدة ونبدأ نفردها. هنحط زيت على الرخامة ونبدأ نفرد العجين، ونحط زيت كمان فوق على وشها، ونبدأ نفرده واحدة واحدة معانا. بعد ما فردناه هنبدأ نتني الجنبين، ونبدأ بقى نحط الحشوة اللي احنا عايزينها معانا في نص الفطيرة. هنلمها كده وننقلها في صينية. انا حطيت على ورق زبدة، بس انتوا ما تحطوش على ورق زبدة لان ورق الزبدة مش حلو، بيلزق في الفطير. هي كفاية قوي صينية ألمونيا بتبقى من تحت، يعني بتبقى مدهونة من تحت دهنة بسيطة، وتبدأي تفردي فيها العجينة. انا حطيت على وشها وش بيتزا، بس برضو ده اختياري. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن.